السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض شرايح الفراخ المشوية. يعني هننسى شوية البانيه وننسى كمان تخليص الزيت عليه، وبدون تكاليف كتير هنعمل ألذ شرايح فراخ مشوية، يعني بتتبيلة كده ولون وطعم مميز جدا. تعالوا مع بعض ندخل على طريقة التحضير بتاعتنا. نسمي الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا على طول. أنا معايا صدور فراخ حوالي 650 جرام. في الوقت ده كده هاخد على البلانشة وهبدأ إن أنا أقطعها لشرايح بانيه. بإيديا كده هبدأ إن أنا أضغط كده على الصدر، وبسكينة حامية هبدأ إن أنا أقطعها كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه معايا ده. وطبعًا لو أنتِ أول مرّة تقطّعي كده شرايح البانيه، تقدري إن أنتِ تحطّيها 10 دقايق في الفريزر علشان تبقى أسهل معاكِ أثناء التقطيع. وفي الوقت ده كده قطّعتِ معايا كده أول صدر، هاجيب معايا الصدر التاني وأقطّعه برضه بنفس الطريقة. وممكن كمان تقدري إن أنتِ تجيبي شرايح البانيه وتستخدميها على طول اللي بتتباع جاهزة. وفي الوقت ده كده أنا كده قطّعت معايا ده الصدر التاني. وفي الوقت ده تعالوا يلا مع بعض نحضر التتبيلة الجميلة بتاعة البانيه المشوي. في بولة معايا هبدأ إن أنا أنزل كده بمية البصل. وطبعا مية البصل هي بصلة كبيرة أنا صفيتها، ودي المية بتاعتها. وهنزل كمان بعصير طماطم، حوالي حبة كبيرة من الطماطم مضروبة في الخلاط، وده العصير بتاعها. وهنزل كمان باتنين معلقة صغيرة من البابريكا اللي هي بودرة الفلفل الأحمر الحلو. ونزلت كمان بربع معلقة من الفلفل الأسود. ونزلت كمان بمعلقة صغيرة مليانة من البهارات المشكلة. وهانزل في الوقت ده كده بمعلقة صغيرة مليانة من بودرة البصل. وهانزل كمان بالملح الأبيض. وفي الوقت ده كده هابدأ إن أنا أنزل بعلبة زبادي صغيرة، يعني حوالي 2 معلقة كبيرة من الزبادي بالمضرب اليدوي أو بالسباتولا. هابدأ إن أنا أقلب كده المكونات كلها كده مع بعضها كويس جدا لحد ما تتجانس. في الوقت ده كده هابدأ إن أنا أحط معاكم آخر إضافة، وهي معلقة صغيرة كده من الصويا صوص الغامق. بتدي طعم جميل ومزازة كده حلوة لشرايح البانيه. في الوقت ده كده بدأت إن أنا أنزل كده شرايح البانيه بتاعتي في التتبيلة الجميلة اللي احنا عملناها مع بعض. بنزل كده بشرايح البانيه شريحة شريحة علشان طبعا التتبيلة بتاعتي تتخلل كل شرايح البانيه. وده كده شكل كده الشرايح بتاعتي كلها بعد ما نزلتها كده في التتبيلة. بالمعلقة كده ببدأ إن أنا أنزّلها كده لتحت، وفي الوقت ده كده بادخّلها التلاجة حوالي ساعتين، وبعد ساعتين ده هيكون شكلها. في الوقت ده كده نبدأ إن إحنا نشتغل فيها على طول. تعالوا يالّا مع بعض نروح على النار. في grill كده معايا على النار، خلّيت كده النار تحت منّه على الآخر، وسخّنته كويس جدًا لحد كده ما بقى معايا سُخن جدًا. في الوقت ده كده نزلت بأول شريحة من شرايح البانيه، ونزلت بيها كده على طاسة سخنة أو الجريل معايا يكون سخن على الآخر. وأول كده ما بننزل بأول شريحة بنسيبه يسخن كويس جدا، وننزل بتاني شريحة. وده طبعا علشان شرايح البانيه بتاعتي ما تنزلش على الجريل يكون بارد، فبالتالي تقوم جايبة المية اللي فيها فتبقى ناشفة كده بعد التسوية. ففي الوقت ده كده أنا بديها صدمة علشان كده المسام بتاعها يتقفل. وفي الوقت ده كده وبعد ما الطاسة سخنت تاني ببدأ إن أنا أنزل بالقطعة اللي بعد كده أو شريحة البانيه اللي بعد كده. وفي الوقت ده كده أول ما بتاخد لون بابدأ إن أنا أقلبها على الجهة التانية. وده طبعًا مش معنى كده إن هي تكون استوت من على الجهة الأولى، لأ أنا هاقلبها برضه تاني. بس في الوقت ده كده أنا باقفّل مسامها، وطبعًا بتاخد معايا وقت حوالي 5 دقايق على الجهتين، ويكون النار معايا في الوقت ده عالية. وطبعًا زي ما أنتم شايفين كده حضراتكم شايفين كده معايا، بافضل إن أنا أقلّبها كده على الجهتين لحد ما بتاخد التسوية المضبوطة. وطبعًا في الوقت ده كده قابلني مشكلة إن أنا الgrill معايا ده ما كانش أحسن حاجة معايا في الشوي، فلإن أخد معايا كده تبصيمة من تحت، يعني بصّم معايا كده القطع البانيه اللي أنا باحطها. فطبعًا أول مرّة عملت فيه كانت كويسة جدًا، بس تاني مرّة لو عملت فيه بالشكل ده هيقوم شرايح البانيه واخدة لون من قبل ما تستوي. ففي الوقت ده كده أنا استبدلته
بطاسة سيراميك كانت معايا كويسة جدًا، وممكن كمان طاسة تيفال أو أي طاسة غير لاصقة للطعام، هتبقى كويسة جدًا برضه. وفي الوقت ده كده كمّلت فيها حطيت قطعتين، قطعتين، وما بين كل قطعتين بامسح كده الطاسة بمسحة بالمنديل هتبقى تمام. ولو احتاجنا كده إن إحنا نحط زيت، بنحط كده معلقة واحدة بس، معلقة كبيرة بنوزعها على الجريل كله، يعني من زيت الذرة. الوجبة دي وجبة خفيفة سريعة مش بتاخد معانا أي وقت خالص، تنفع لحبايبنا اللي بيعملوا دايت، أو كمان لو جاية من الشغل كده وكوني كمان الوقت معاكي مش كتير، تقدري إن انتي تعمليها كده بكل سهولة. يعني تكوني متبلاها في التلاجة قبل ما تمشي وتطلعي على طول وتعملي ما شاء الله اللهم بارك. وجبة جميلة جدًا، والأهم من ده إن هي لذيذة ومش بتاخد تكاليف كتير، لا زيت كتير ولا بيض ولا كمان بقسماط ولا الكلام من ده كله خالص. وجبة سهلة جدًا. تعالوا يالّا مع بعض كده نقدّمها. في طبق التقديم كده بدأت إن أنا أنزل كده بشوية من الكزبرة الخضرا، وده طبعًا على سبيل كده إن إحنا بنجرنش الطبق. في الوقت ده كده بدأت إن أنا أحط كده شرايح البانيه فوق الكزبرة، وده هيكون شكلها ما شاء الله اللهم بارك جميلة جدًا، ولا ريحتها ما شاء الله مالية البيت كله. وده شكل كده شرايح البانيه بتاعتي خفيفة لذيذة، ما بتاخدش معانا أي وقت خالص. اديتها كمان كده رشة من الكزبرة الخضرا فوقها، وده هيكون شكلها. قدمتها النهاردة مع شوية من المكرونة وشوية كمان من سلطة الزبادي، كانت جميلة جدا معاها. طب تعالوا كده مع بعض نشوفها كده من جوه. ما شاء الله قد ايه مستوية، ما شاء الله مستوية جدا، لحمها كده دايب، شارب من التتبيلة الجميلة اللي احنا عملناها مع بعض. أتمنى إن يكون الفيديو عجبكم، يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة وتسيبوا لي رأيكم في التعليقات. وفي نهاية الفيديو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.